تعالوا النهارده نعمل كام فطيرة في كام دقيقة بطريقة سهلة وبسيطة، والعجينة ناعمة وخفيفة والتسوية كمان سريعة. بس هاتي كيلو الدقيق، انزلي عليه بمعلقتين كبار سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار لبن بودرة، ومعلقتين خميرة فورية، وانزلي بكوبايتين مية ونص كوباية زيت، ومعانا كوباية مية تالتة. هننزل على الدقيق شوية بشوية لحد ما تتكون عندنا عجينة ناعمة وطرية بس متماسكة شوية. هنغطي العجينة ونسيبها تخمر. وعندي صدر فرخة مقطعاه شرايح وشايلاه متبل جاهز، هقطعه لشرايح صغيرة وهشوحه في شوية زيت لحد ما يستوي. بعد كده هديله رشة بابريكا وقرفة وبهارات فراخ وحبهان ناعم. وهنرجع للعجينة بعد ما تخمر، نهبطها ونرش على الرخامة شوية دقيق ونقطع العجينة لكور صغيرة ونبتدي نفردها. ولما تبقى دايرة بحجم الصينية هنجيب الحشوة. في الأول هنبتدي بشوية جبنة نحطهم في نص العجينة، وعليهم شوية من صدور الفراخ المستوية وشرايح من الخيار المخلل، ونطبق العجينة. وبعد كده نقفل الحروف بتاعتها بالطريقة دي، ونشيل الفطيرة بعد ما حطينا الحشوة فيها، ونروح على الجريل نحط فيه شوية زيت صغيرين. وأول ما الجريل يسخن قوي ننزل بالفطيرة ونسيبها على نار وسط لحد ما تاخد لون ذهبي وتستوي وتبقى بالجمال ده. نقلبها الناحية التانية، وبالشكل ده هنخلص الكمية كلها، وتقدري تحطي أي حشوة تانية انتي بتحبيها. وبكده هتعملي عدد كبير قوي من الفطاير في كام دقيقة.